هاد السيد جا خطب مني مرتي في دارها. كيفاش وعلاش انا غنعاود ديك القصه من الاول. ما علينا ما بين اخويا، كنا في الدار مجموعين انا والعائله ديالهم، الام ديالها وباها وخوتها وخواتاتها مجموعين في الدار. حتى كنسمعوا الدقان، ناضت الاخت ديال مرتي حلات، حتى كيدخلوا شي ناس هازين الوارد وهازين الشكلاط وداخلين. مرحبا مرحبا، شنو حب الخاطر، حنا جينا نخطبوا فلانه اللي هي مرتي. انت كيفاش كتقول؟ ما فهمت والو، انا تخربقت. عاد شرحنا لهم، قلنا لهم باللي السيده راه مزوجه. هي بعدا ناضت من بلاصه، شافتو بعدا تخربقات، ما فهمت والو. صافي هذيك انا فاش خرجوا تبعتهم، جريت السيد اللي جا، قلت ليه بغيت ندوي معاك، قال لي مرحبا. مشيت ريحت انا وياه في قهوه، قلت ليه خويا الله يرحم لك الوالدين، غير عاود لي كيفاش كتعرفها وفين كتعرفها، علاش، شكون اللي فهمتي، عاود لي شنو كاين. قال لي خويا انا راه كنعرفها دابا لمده ديال عامين، عرفتها خدامه في واحد البوتيك، كنت ديما كنوقف عليها، كنبغي ناخذ من عندها النمره، ما كتبغيش تعطيني النمره، وبقوت ما بقيت كنوقف عليها، عطاتني النمره ديالها وليت كندوي معاها. في اي وقيته كنت كنصيفط لها، كانت كتجاوبني، كنت كنخرج معاها، كنمشيو لمدينه اخرى، كندورو كنتسركلو. هادشي اللي ما خلانيش انني نشك انها مزوجه، وهي عمرها قالت لي انها راه مزوجه. صافي خويا هادشي اللي كاين. واحد المره كنت اخويا تخاصمت معاها، وقلت باش غادي نتصالح معاها غادي نجي نخطبها. انا خويا فاش كنت كندور معاها وكذا، وهذه كنت كنحطها بعيد على دارهم. واحد المره وانا نحطها وتبعتها على رجليها باش نعرفها فين كتسكن. صافي تما فين عرفت الدار. صافي دازت مده، قلت باش غادي نتصالح معاها بهذه الطريقه، واخا هي كنت ديما كنجبد عليها الزواج كتبقى تهرب. صافي هادشي اللي كان. انا ما تيقتش. داك السيد قلت ليه عطيني شي دليل بانك كنتي كتخرج معاها، بانك كدوي معاها. السيد تفهمني ووراني التصاور وياه كيدوروا في مدينات، فهمتي، ومره شحال مره، كل مره في ريستو، كل مره في بلاصه ومصورين بجوج، وراني الكونفرساسيون، صيفط لي داك الشيء كامل. انا خويا تخربقت، ما فهمتش، ما عرفتش شنو غندير في ديك اللحظه. صافي مشيت عندها، دويت معاها باش باش نعرف حتى شنو غادي تقول في هذا الشيء. بدات تقول لي لا وما كنعرفوش وغير كذاب، وانا فهمتي بدات كتهرب، بغات تنفي داك الشيء باي طريقه. انا وريتها الكونفرساسيون، وريتها التصاور، وريتها كل شيء. صافي ما بقى لها فين، بدات تكذب، حطيتها امام امر الواقع، وبدات تقول لي لا انا راه غير كنت باغا نضحك، غير كنت باغا نتفلى، غير كنت باغا ندوز الوقت. صافي قلت لها شوفي دابا غندير معاك واحد الحل مزيان ليا ولك. الحل هو غنديرو طلاق شقاق، وغتنازلي على كل شيء، ولا غنصيفطك للحبس. صافي وافقات وطلقتها. ودابا ما عرفتش واش هادشي اللي درت هو اللي كان خصو يدار ولا لا، واخا انا عندي معاها وليد، ما عرفتش، والله ما عرفت. ديروني بحال خوكم ونصحوني في كومونتيرات شنو نقدر ندير، شنو واش درت داكشي اللي خصو يدار ولا لا، ما عرفتش، نصحوني. كانت هذه النهايه ديال هذه القصه. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يتفرجوا فيا، واحد التوضيح اللي صغيور، ان هذه القصه اللي عاودنا دابا ماشي ديال هذا السيد، انما القصه ديال احد المتابعين كيعاود لنا القصه ديالو، حنا كنعاودوها بالطريقه ديالنا كانه هو اللي واقف وكيحكي القصه ديالو باش توصل لكم اكثر واكثر وتفهموا القصه. حتى انت ولا انت عندك شي قصه وبغيتي تحكيها ونعاودوها بالطريقه ديالنا كانك انت اللي واقف وكتحكي القصه ديالك، ما عليك غير تجي عندنا الفيسبوك، عاود لنا القصه ديالك وحنا غادي ندوزوها بالطريقه ديالنا. ما تنساش تخلي واحد كومونتير كتعبر فيه على الراي ديالك حول هاد القصه او هاد الواقعه اللي وقعت، او لا
خلي لينا جيم وابوني باش يوصلك الجديد، وما تنساش تدعمنا، هادشي كيفرحنا باش نكملوا في هذا المحتوى. السلام عليكم.